في حكايات بتتنسى وحكايات بتفضل تطارد الناس. بس النهاردة أنا هحكي لك عن قصة مش عادية. قصة راجل دخل كهف وصور كل حاجة، ولحد النهاردة ما خرجش ولا حد فهم هو اختفى ازاي. دي قصة كهف نط، ومهما كنت شجاع لما تسمعها هتفكر 1000 مرة قبل ما تدخل مكان مظلم لوحدك. قبل ما نبدأ، اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل القصص الغريبة والمرعبة أول بأول. ويلا بينا نبدأ. نيت كان شاب أمريكي بسيط بيحب يستكشف الكهوف، وكان دايما بيكتب عن مغامراته في مدونة على الإنترنت سنة 2001. وفي يوم قرر يدخل كهف غريب في صحراء يوتا. كهف ملوش اسم، بس الناس كانت بتسميه الكهف اللي بيصدر صوت. ومن أول مرة دخل فيه حصلت له حاجة خلت حياته تتغير تماما. راح الكهف ده مع كلبه بو، والكهف كان ضيق جدا، عامل زي فتحة في صخرة، بس كان بيطلع منه صوت غريب، صوت عامل زي نبض بطيء أو همهمة. أول ما قرب بو بدأ يعوي ورفض يدخل، ونات قال: حسيت إني مرصود، كأن في عينين بتتفرج عليا من جوه الضلمة. دخل شوية لكنه خرج بسرعة، وقال إنه حس بحاجة مش طبيعية. بس الغريب إنه مقدرش ينسى اللي شافه، وقرر يرجع تاني. المرة التانية رجع وهو مجهز نفسه كويس، معدات، كاميرات، كشافات، وأدوات حفر. بدأ يوسع فتحة الكهف علشان يقدر يدخل أعمق، وكل ما يتقدم جوه الصوت بيزيد والمكان بيبرد. وكتب في مدونته: الوقت هنا بيعدي بشكل غريب، كل ثانية بتحس كأنها دقيقة. رجع من الكهف بعد اليوم ده وهو متغير، شكله تعبان، جسمه خاسس، وعينه مليانة خوف. بس كان مصر يدخل للمرة التالتة، وقال إنه المرة دي مش هيرجع إلا لما يوصل للآخر. آخر حاجة كتبها في المدونة كانت: النهاردة هدخل جوه، مش هخرج غير لما أعرف مصدر الصوت. حاسس إني قربت من حاجة كبيرة. ومن اليوم ده اختفى، لا هو رجع ولا في حد شافه. ناس كتير طلعت تدور عليه، لكن الكهف نفسه اختفى كأنه عمره ما كان موجود، حتى مكانه اللي في الجبل اتقفل تماما. في ناس قالت إن الكهف ده بوابة لعالم تاني، وفي ناس بتقول إن نات سمع نداء من كيان غريب جوه، كيان بيستدرجه بصوت، لحد ما دخل واختفى للأبد. وناس تانية بتقول إنه اكتشف سر ممنوع، سر أكبر من عقل البشر، وساعتها الطبيعة نفسها شطبت عليه. أنا مش عارف نت راح فين، بس الأكيد إن الكهف ده مش طبيعي. تفتكر فعلا في أماكن بتبلع البشر، ولا نت هو اللي اختار يختفي؟ اكتب لي رأيك تحت، وافتكر دايما في أبواب لو فتحتها مش هتعرف تقفلها تاني. ولو القصة دي خوفتك أو خلتك تفكر مرتين قبل ما تدخل كهف، اديني لايك واشترك في القناة، علشان عندي قصص تانية يمكن تكون أفظع.